أربع أندية مغربية تتصدر الترتيب العالمي، وده مؤشر على تطور الكرة المغربية، وهو الوداد والرجاء والجيش الملكي والفتح الرباطي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة في فيديو جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي، تدعوا أمواتنا وأمواتكم بالرحمة والمغفرة، وتدعوا حبايبنا في فلسطين إن ربنا يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، قادر يا كريم. تطور بشكل كبير جدا على مستوى الأندية المغربية، وده بيدي مؤشر إن الأندية المغربية ماشية على خطى ثابتة، وده اللي أكده الموقع في التصنيف العشر أندية في أفريقيا، وأتى على رأس المغرب الوداد في التصنيف العالمي بالتصنيف الثالث على مستوى أفريقيا ب 208 صوت بنسبة 77.6%، ويليه الرجاء ب 260 وبنسبة 67.5%، وبعد كده الجيش الملكي المغربي ب 305 عالميا و57.8%، ويليه الفتح الرباطي المغربي ب 326 بنسبة 75.4 عالميا. وده إن دل يدل على تطور الكرة المغربية، وبتمشي على خطى ثابتة من بداية فوزي لقشع، وإن هو بدأ يستضيف البطولات العالمية مثل كأس الأمم الأفريقية وآلية كأس العالم مع أسبانيا والبرتغال. وده مؤشر جيد جدا جدا للأندية، علشان كده اتصدروا المركز الثالث والخامس والسادس والسابع، وده من العشرة الأفضل في قارة أفريقيا. احتلوا 4 مراكز من العشرة، وده نسبة ممتازة جدا جدا، كالمغرب فيها 4 أندية. وبكده نكون عرفنا ليكم ترتيب المراكز الأندية المغربية في التصنيف العالمي. دمتم في أمان الله.